أننا ندرك من خلال اليوم في الرباط قمت بافتتاح واحد اللقاء يتعلق بتبادل التجارب الدولية في مجال السلامة الطرقية. خصنا نعرفوا بأنه عالميا 10 ديال الدول حققت نقص ب50% في العدد ديال القتلى على الطرقات ديالها، و30 دولة قدرت تنقص ما بين 30 و 50% من القتلى على الطرقات. فارتأينا بعض البلدان نعرضوا عليهم باش يجيو عندنا يتقاسموا معنا التجربة ديالهم باش نستافدوا منها وندخلوها في التقييم ديال الاستراتيجية الوطنية، وندخلوا هذه التجارب هذه باش مستقبلا حتى احنا نقدروا ننجحوا في النقص من عدد القتلى والعدد الجرحى البالغة على الطرقات المغربية. من أجل اليوم كننظموا هذه الندوة الدولية حول من أجل تقديم الممارسات الجيدة في المجال ديال السلامة الطرقية. الهدف هو أننا نطلعوا على شنو هي المشاريع وشنو هي العمليات اللي مكنات هذه الدول، تقريبا 10 ديال الدول، أنها تحسن المستوى ديال السلامة الطرقية بواحد الشكل ديالها ملموس، علما أننا في واحد المرحلة نصف ديال التقييم ديال الاستراتيجية الوطنية اللي هي حاليا قيد التنزيل في الوسط ديالها، من أجل إعداد واحد البرنامج عمل آخر جاب عن برنامج عمل جديد اللي كيمكننا من طبيعة الحال من تجاوز الإكراهات اللي تم رصدها، ولكن الهدف هو أننا نحققوا الأهداف ديال الاستراتيجية ديال التخفيض تقريبا إلى النصف العدد ديال الوفيات اللي تسجلت في بلادنا. كنعتقدوا أن بلادنا لديها جميع المقومات وجميع المؤهلات باش أننا ننجحوا في هذا الورش. فإذا كانت الدول نجحت فحتى احنا خصنا ننجحوا، والمنتدى من طبيعة الحال غيمكننا باش نشوفوا كيف تم التعامل مع الإشكالية ديال انعدام السلامة الطرقية في هذه الدول. من طبيعة الحال احنا كمغرب أو كدولة يعني عربية إسلامية إفريقية إلى غير ذلك عندنا واحد المجموعة ديال الخصوصيات ثقافية اجتماعية اقتصادية إلى غير ذلك. إذا لازم أننا نلائموا هذه المقترحات وهذه الأفكار مع الواقع ديالنا من أجل يعني تحقيق الأهداف ديال الاستراتيجية، وأننا نتحكموا في انعدام السلامة الطرقية في بلادنا. وأنا عندي اليقين أنه بالمستوى ديال الانخراط ديال مختلف الفاعلين سواء في القطاع العمومي والخاص وكذلك مكونات المجتمع المدني أننا غادي ننجحوا في هذه المهمة إن شاء الله. من التأهيل والتكوين المستمر وذلك على مستوى الداخل وسوية الإنجاز من أنشطة التربية.